لم يتبق سوى 5 أيام فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المنتظرة المغرب 2025، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة على الأراضي المغربية. ومع تصاعد الحماس بين متابعي كرة القدم، تزداد النقاشات حدة حول المنتخب الذي سيتوج باللقب القاري. ولإضافة بعد إحصائي وتشويقي لهذه التكهنات، نشرت شركة أوبتا للإحصائيات يوم أمس الاثنين توقعات حاسوبها العملاق بشأن الفائز بالبطولة. المغرب المرشح الأوفر حظاً بفضل عاملي الأرض والجمهور. وفقاً لتحليلات أوبتا، يعتبر المنتخب المغربي الساعي لإنهاء جفاف دام منذ عام 1976، والتتويج بلقبه الثاني هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بكأس الأمم الإفريقية 2025. وتشير التوقعات إلى أن عاملي الأرض والجمهور سيقدمان دفعة كبيرة للمنتخب، حيث بلغت نسبة تتويجه المتوقعة 19.1%. صراع محتدم على القمة ينبئ بنسخة استثنائية. التوقعات أظهرت أيضا أن المنافسة على المراكز الأولى ستكون على أشدها، مما يعكس التقارب في مستويات المنتخبات الكبرى في القارة. تأتي المنتخبات التالية في ترتيب التوقعات بنسب متقاربة جدا: مصر 12.4%، السنغال 12.3%، الجزائر 12%. هذا التنافس المحتدم بين الأربعة الأوائل وفقا لتوقعات أوبتا يؤكد بوضوح اشتداد المنافسة بين العديد من المنتخبات المرشحة، ويعد بنسخة استثنائية من البطولة القارية